السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلم حضراتكم النهاردة عن مشكلة سقوط الشعر. في سؤال دايما بيتكرر بيكون خاص بالشعر وتقصف وسقوط الشعر، اللي هو دايما المريض لما يدخل عندي يقول لي أنا بعاني من تقصف وسقوط الشعر، وجربت أنواع كتيرة من الزيوت وبالرغم من كده مفيش نتيجة. طب عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى تقصف وسقوط الشعر. في سببين مهمين هي الاسباب الرئيسية دي للاصابة بتقصف وسقوط الشعر. السبب الاول نقص عنصر الزنك، ده عنصر مهم جدا. لو قل معدله في الدم عن المعدل الطبيعي هيحصل تقصف وسقوط للشعر. في سبب تاني برضو اللي هو نقص عنصر الحديد. معظم، مش عايز أقول يعني نسبة أكتر من 90% من السيدات اللي هم بيعانوا من تقصف وسقوط الشعر بيبقى عنديهم نقص الحديد، يعني عنديهم أنيميا. فالحديد عنصر مهم جدا، لو قل في الدم هيبقى سبب رئيسي في تقصف وسقوط الشعر. وغالبا ما يكون السبب في نقص الحديد في الدم هو الأنيميا بجميع أنواعها، وأهم نوع وأشهرها يعني أنيميا نقص الحديد، دي اللي بتكون في السيدات بسبب الدورة الشهرية اللي ممكن بتبقى غير منتظمة، أو في برضو بعض الأحيان لو حد في فقد دم كتير أو حصل له نزيف لأي سبب من الأسباب، ده بيفقد عنصر الحديد وبيبقى عنده أنيميا، وبالتالي عنصر الحديد نقص في الدم وبيحصل تقصف وسقوط الشعر. في برضو أسباب تانية بتؤدي إلى تساقط وتقصف الشعر زي الإكزيما وضعف المناعة، وإحنا في فيديوهات عندنا لعلاج الإكزيما وضعف المناعة. لو حضراتكم دخلتوا على قناة دكتور حسن عبادي، يعني بالعربي هتكتب دكتور حسن عبادي وتكتب الفيديو اللي عايز يعني تستفسر عنه تشوفه، وهتشوف احنا ان شاء الله شارحين كل حاجة بالتوضيح. هنقول ايه هو علاج تقصف وسقوط الشعر. للقضاء على تقصف الشعر لازم اول حاجة نقضي على الاسباب اللي احنا قلنا عليها. فلو كان نقص عنصر الحديد في الدم هندي فيتامين حديد، هناخد له كمية من أقصد الزنك، عفوا الأول الزنك. فهيبقى المريض محتاج عنصر الزنك اللي هو موجود في الحمص واللحم البقري تحديدا، اللي بيتغذى على النباتات وليس الأعلاف، يعني لحوم الأبقار اللي بتتغذى على النباتات الطبيعية مش الأعلاف، دي فيها عنصر الزنك. والمكسرات برضو فيها عنصر الزنك، والحمص فيه عنصر الزنك. مفيش الكلام ده، احنا عندنا بنديله بعض المنتجات في الصيدلية اللي تحتوي على عنصر الزنك، بياخد قرص واحد يوميا. الحاجة التانية بقى هنقضي على السبب التاني اللي ذكرناه لحضراتكم في الأول اللي هو عنصر الحديد. فهنقضي على الأنيميا، ودي زي ما قلت لحضراتكم هي السبب الرئيسي في الإصابة بتقصف وسقوط الشعر. ده بتناول كبسولة يوميا من الحديد لحد ما نعمل تحليل ونلاقي ان الحديد وصل لمعدله الطبيعي او مقارب من المعدل الطبيعي، وبالتالي كده احنا بدأنا في القضاء على الاسباب الرئيسية لتقصف وسقوط الشعر، وهي نقص عنصر الزنك وعنصر الحديد. الأسباب دي لو قضينا عليها وظبطنا معدل الزنك والحديد في الجسم، كده حلينا أكتر من 80% من مشكلة تقصف وسقوط الشعر. ده برضو هنذكر لحضراتكم بعض النباتات أو بعض الأطعمة اللي بتحتوي على كمية عالية من الحديد زي البقدونس والسبانخ
العسل الأسود والبنجر والرمان والكبدة والبطاطا والموز والتفاح. دي بعض والكزبرة. دي بعض الحاجات اللي هي ايه تحتوي على كمية من عنصر الحديد. يبقى المريض عرف انه مشكلة القصة كلها في تقصف وسقوط الشعر، مشكلة في الأساسية نقص عنصر الحديد وعنصر الزنك. عرفنا ازاي نقضي عليهم، عرفنا ان هم الأسباب الرئيسية في تقصف وسقوط الشعر، وعرفنا النباتات اللي فيها أو الأطعمة اللي تحتوي على عنصري الزنك والحديد. دي المحاضرة الأولى في علاج تقصف وسقوط الشعر. هنتابع مع حضراتكم عشان أنا مش عايز أطول عليكم الفيديو. هعمل فيديو تاني في التركيبات فقط، اللي هي بعد ما ظبطنا الحديد والزنك هندخل على التركيبات اللي هذكرها لحضراتكم. يعني ممكن نذكر منها تركيبة. التركيبة الأولى اللي هي بعد تظبيط عنصر الزنك والحديد، هناخد التركيبة اللي هي بتساعد أو بتكمل المسيرة بتاعت عنصري الزنك والحديد لما رجعوا لمعدلهم الطبيعي في الدم. أول حاجة هنجيب 10 ملي من زيت الزيتون، وده زي ما انتم عارفين شيء أساسي في الشعر عموما، و10 ملي من زيت السمسم، و10 ملي من زيت الخروع، و10 ملي من زيت الورد. دي بكميات متساوية، يعني أنا عندي 4 زيوت هجيبها بكميات متساوية. جبت 10 ملي من كل نوع، يبقى ماشي من كل نوع 10 ملي. جبت 20 وهكذا زي ما أنا عايز الكمية اللي أنا عايزها. المكونات دي بتخلط خلطا جيدا، وبنستخدمها كحمام زيت مرتين اسبوعيا، وممكن نستخدمها كدهان عادي. بس احنا بنفضل ان حضراتكم تجيبوا الحاجات دي خام، وبتبقى غالبا في يعني المعصرة بتاعت الزيوت او عند العطارين. هنجيب المواد دي خام ونخلطها على بعضها خلطا جيدا في إناء واحد، ونستخدمها حمام زيت، اللي هو عبارة عن إن أنا بغسل الشعر كويس وأجففه كويس، وبعدين أبدأ بالدهان من المجموعة اللي أنا عملتها دي والتركيبة دي. بأدهن شعري وأجيب الفوطة وأحطها في مية دافية وأعصرها كويس. هتبقى الفوطة لسه قاعدة دافية، أحطها على شعري واستنى تلت ساعة. هلاقيها بردت شوية، برضو اعاود الكلام ده كله واحط الفوطة في مية دافية واعصرها، وبعدين احطها على دماغي. يعني احط الفوطة الدافية على دماغي لمدة نص ساعة. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان السخونية دي بتعمل تنشيط للدورة الدموية في الفروة، وبالتالي بيتم الفروة دي بتمسك البصيلة من جدرها، وبالتالي باقي الزيوت بتغذيها، والشعر يبدأ ينمو ويطول. حتى لو كان خشن بيبدأ يتفرد معايا. بعمل الموضوع ده لمدة 3 شهور أو أكتر، على حسب يعني الإصابة اللي في الشعر، وعلى حسب الاستجابة للتركيبة. فدي الطريقة اللي احنا هنستخدمها، نستخدم بيها مجموعة الزيوت اللي هي حمام الزيت. كده احنا وصلنا لأول تركيبة. بعد ما عرفنا الأسباب كان لازم ان أنا أشرح لحضراتكم الأسباب، لأن معظم الناس بتستخدم التركيبة على طول وتقول لك مفيش نتيجة. لا، النتيجة لأن في عناصر في الدم مش موجودة، لازم نكملها الأول وبعد كده نستخدم التركيبة بالطريقة اللي أنا بقولها عشان ننشط الدورة الدموية في الفروة ونفتح المسام، وبالتالي يتم ان البصيلة ما توقعش من جدرها، وباقي الزيوت تبدأ تغذي الشعر وتفرده ويكبر الشعر، ونقضي نهائيا على مشكلة تقصف وسقوط الشعر. ان شاء الله. معلش لو كنت انا طولت عليكم، بس انا حبيت اشرح باستفاضة. ارجو من حضراتكم
فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. شكرا جزيلا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.